طبيعة الاعتصام دوت؟ أنا عارف إن في مجموعة معتصمة اعتصام شديد يعني، والله. عشان القاضي أمير عوض. ايوه. هو الحقيقه الاعتصام ده جاء بناء على توصيه صدرت من اجتماع الجمعيه العموميه اللي عقدت بالامس في نادي قضاة المنصوره، تضامنا مع الزميل فاروق امير أمير عوض. عوض. امير عوض. الجمعيه كانت انتهت الى ان ما حدث مع الزميل امير عوض فيه تجاوز كبير لا طب يا ريت برضه يعني نحكي للناس إيه اللي حصل مع سيادة المستشار أمير عوض. والله اللي حصل معاه انه هذا الزميل كان له مواقف ضد النظام السابق وضد وزير العدل السابق، ومحاولة النظام السابق في فرض هيمنته وسيطرته على السلطة القضائية، ومن بينها انه كان تصدى في جمعية عمومية في محكمة جنوب القاهرة لمشروع وزير العدل السابق بتوسيع مجلس القضاء الاعلى بادماج رئيس محكمتي شمال وجنوب القاهرة ضمن تشكيل مجلس قضاء العدل. ومن المعلوم بالضرورة انه رؤساء المحاكم الابتدائية بيتم اختيارهم من خلال وزير العدل، وبالتالي هيصبح لوزير العدل عيون داخل مجلس القضاء الاعلى تنقل له ما يدور من اي مسائل تتعلق باستقلال القضاء داخل مجلس القضاء الاعلى. وهذا الزميل وهو رئيس محكمة اعترض على هذا المشروع في الجمعية العمومية وتصدى له، ونقلت هذه الصورة إلى وزير العدل وأجري تحقيق معه. الحقيقة اللي عايز أقوله لحضرتك إن هذا زميل متربص به من فترة. هناك من الأحداث الجسام اللي حصلت مع زملاء سابقين، وأدلل بواقعة بسيطة حصلت مع زميلنا حمدي وفيق. كان هذا الزميل أخذ قرارا بأنه هو صورة رئيس الجمهورية الأسبق تنزل من أوضة المداولة أو غرفة المداولة اللي بيعقد فيها جلسات. الحقيقة كان رأيه في ذلك أن الأحكام تصدر باسم الشعب، ولا يجوز أن توضع صورة رئيس الجمهورية داخل هذه الحجرة، خصوصا أنه في دعاوى كثيرة بترفع ضد رئيس الجمهورية. ولما الزميل أخذ هذا القرار فوجئنا بأن رئيس المحكمة الابتدائية آنذاك كان رئيس محكمة دمياط الابتدائية حرض أحد الزملاء على أنه يعد مذكرة ضد هذا الزميل يتهم فيها اتهامات بأنه وجه بعض عبارات السباب وأمر بإنزال صورة رئيس الجمهورية من على الحائط. فما كان من وزير العدل السابق إلا أنه أحاله لمجلس الصلاحية مستخدما في ذلك صلاحياته اللي بيديها له قانون السلطة القضائية اللي احنا بنطالب بتعديله عشان نرفع هذه التبعية. الحقيقة لما اتصل علم نتيجة تضامن نادي القضاة في ذلك الوقت برئاسة المستشار الجليل زكريا عبد العزيز، حينها تضامن نادي القضاة مع هذا الزميل، وما كان من رئيس الجمهورية إلا أنه كلف الدكتور زكريا عزمي بأنه يبلغ وزير العدل بسحب قراره بإحالة هذا الزميل لمجلس الصلاحية. اللي احنا بنقوله أنه ما حدث من أمير عوض هو تكرار لما حدث مع حمدي وفيق زين العابدين، بس للأسف أن هناك تغيرا حدث وهو في ثورة قامت علشان الأسلوب والنهج الفاسد اللي قامت الثورة لإنهائه ما زال قائما حتى في وزارة العدل نفسها أسف الشديد. فالتضامن اللي حصل مع زميلنا أمير عوض يعبر وبجلاء عن أن هذا الزميل إنسان شريف يتمتع بسمعة طيبة ومصداقية كبيرة لدى زملائه اللي تجاوزوا النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية، وبالتالي يتعين على وزير العدل أن يعيد النظر في قراره بإحالة هذا الزميل للصلاحية حتى لا تتكرر أزمة حمدي وفيق، وحتى لا تتكرر أزمة هشام البسطويسي ومحمود مكي. كنت سيادتك ليك تصريح قلت فيه ان جمال مبارك تآمر على استقلال القضاء. ايوه حصل فعلا؟ حصل ودليلي وشاهدي في ذلك المستشارين الجليلين محمود بيه ابو الليل وزير العدل السابق والمستشار سر صيام رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، لانه هذه الواقعة حدثت باتصال تليفوني من الدكتور زكريا عزمي ابلغ فيها وزير العدل انذاك محمود بيه ابو الليل باستدعاء السيد جمال مبارك له في مكتبه بدار القوات الجوية بغرض مناقشته في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. ولما تمسك سيادة الوزير وقتها بضرورة حضور
المستشار سري صيام. راح هو وسري بيه صيام والتقوا بجمال مبارك والدكتور زكريا عزمي، وفوجئ بيه بيطلب منه سحب الموافقة على نقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى. وكان مطلبه في هذا انه هو لابد من السيطرة على القضاء، وانه هذا الإجراء سيجعل من الصعب السيطرة على القضاء. فاحتراما من وزير العدل لما وعد به وقطع به وأرسل كتابا لمجلس القضاء الأعلى، وقتها كان المستشار فتحي خليفة آنذاك، الحقيقة انه ما فوجئ حتى مع الوزير وقتها ان جمال مبارك قال له طيب اترك الموضوع ده لينا واحنا هنتصرف. ولما رفض محمود بيه ابو الليل كان الجزاء اقالته من منصبه ثم الوصول الى مجلس القضاء الاعلى. وهي دي الآفة اللي انا بقول ان الفساد يبدأ من داخل الجسد. يعني شال الوزير والتفوا، وللأسف يا أستاذ محمود أن هذا الالتفاف كان داخل الجسم القضائي. يعني لما يحصل هذا المطلب من شيخ القضاء آنذاك وهو المستشار فتحي خليفة، ويطلب منه أن يعتذر عن قبول تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بحجة أنه لا يوجد مكان متسع في دار القضاء العالي. يا سلام. والله يعني كما لو كانت الحجة في ان احنا عايزين كام اوضة ننقل فيهم الموظفين، رغم ان هذه حجة واهية لا مبرر لها، لان احنا ما طلبناش ان احنا الموظفين ينتقلوا من مبنى ديوان وزارة العدل، لكن تبعيتهم واشرافهم يكونوا تابعين لمجلس القضاء الاعلى، يتلقوا التعليمات والاوامر منه، لكن يظلوا في اماكنهم. هي للاسف مهزلة بكل المقاييس. احنا شايفين انه بعد ما حصلت الثورة لم يجد جديد، نفس النهج. طب انا عايز اسالك سؤال خارج السياق يا هشام بيه. اتفضل. انت ايه رايك في الكلمه اللي القاها الدكتور عصام شرف؟ والله هي كلمه محزنه ومحبطه لامال الكل، والحقيقه يعني انا مشفق على الدكتور شرف، لانه يعني هو في موقف لا يحسد عليه. ويعني انا شايف انه اذا كان هو لا يستطيع بحكم منصبه تحقيق مطالب الثوره وامالها وطموحاتها، فالاشرف له ان يقدم استقالته. شكرا يا هشام بيه.